السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا طلاب تالتة اعدادي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا خلاص نقول فركش، خلصنا امتحانات وانا خلصت امتحانات وانتوا كمان خلصتوا امتحانات. فالمفروض ان احنا عايزين نعرف احنا هنعمل ايه في الاجازة. هل الاجازة للنوم واللعب والسهر، الخروجات والفسح والكلام ده، ولا نعمل معاها حاجة تانية؟ عايزة اقول لكم ان احنا كلنا على فكرة كطلاب، يعني حتى المس بتاعتكم بتبقى مستنية الاجازة عشان تريح، عشان تمسك الفون، عشان تنام براحتها، ما يبقاش وراها كلية وتصحى الساعة 7 الصبح. تمام. فانتوا برضو كطلاب يعني بتبقوا مستنيين برضو الاجازة، وبرضو كطلاب بتبقوا مستنيين الاجازة عشان تلعبوا وتتفسحوا وتخرجوا، تعملوا كل اللي انتوا عايزينه. وانا عارفة والله شعوركم ان انتي يا ميسي بتقولي لنا ايه نعمل ايه في الاجازة ازاي يعني، بس يعني مش معقولة ال15 يوم اللي انت هتقعدهم في الاجازة هتاخدهم كلهم لعب ونوم وفسح وخروجات والكلام ده. اكيد برضو انت لازم تسعى. على فكرة احنا كبشر يعني مهمتنا في الدنيا ان احنا نسعى، مهمتنا احنا بنسعى وبس، احنا بنسعى وربنا عليه النتائج. ايا كان بقى، المفروض ان احنا ما بناخدش راحة اصلا. يعني انت لو اخدت راحة اعرف ان في حاجة خلاص يعني ضاعت منك. لو انت اخدت بريك او اخدت مثلا اجازة زي ما انت بتقول وما بقيتش تعمل اي حاجة في الاجازة دي، ولا بتستفيد منيها ولا بتطلع بحاجة مفيدة ولا بتسعى فيها ولا بتعمل اي حاجة، فبالتالي اعرف ان انت كده ماشي في طريق غلط، ومش هو ده الطريق اللي ربنا نصحنا بيه ولا امرنا بيه ولا اي حاجة. تمام. فعشان كده الاجازة 15 يوم، فال15 يوم مش كلهم مثلا انا هقعد العب فيهم 24 ساعة، ولا هنام فيهم 24 ساعة، ولا هخرج فيهم 24 ساعة. فعشان كده الاجازة لازم نستفيد منيها برضو. يا مس المفروض انا هعمل ايه في الاجازة دي عشان استفاد منيها؟ بالنسبة لطلاب تالتة اعدادي اللي بيسمعوا الفيديو دلوقتي، عشان عارفة ان معظم الطلاب اللي هيسمعوا الفيديو هم طلاب تالتة اعدادي يعني، فانتوا بالنسبة لكم انا مش عايزاكم توقفوا مذاكرة. بمعنى ايه يا مس؟ يعني انا كده هذاكر وانا اصلا صدقت ما خلصت الترم الاول، وصدقت ما خلصت مذاكره، وصدقت ان انا ما خلاص يعني مش هذاكر تاني ال15 يوم دول، ولسه انا هبدأ تاني في الترم التاني. مش بقولك تذاكر يعني بمعنى ان انا اجبرك ان انت تذاكر، لا، ولكن دي حاجة يعني ممكن نقول عليها محببة او غير محببة. يعني انت لو حابب تعملها اعملها، مش حابب تعملها خلاص براحتك، ولكن ده هيرجع عليك انت بالايجاب او بالسلب. بمعنى ايه يا مس؟ يعني في ناس كتير قوي عكت في امتحانات الترم الاول. الكلام اللي انا بقوله ده للطلاب اللي هي عكت كتير قوي في امتحانات الترم الاول، علشان بس ده ممكن يأثر عليهم في النتيجة بتاعتهم، في المجموع بتاعهم في آخر السنة. فعشان كده بقولك يعني ابدأ ذاكر من دلوقتي، ما توقفش مذاكرة. بالنسبة للكتب فهي نزلت أصلا اوريدي في المكاتب، الكتب الخارجية نزلت في المكاتب. فأنت لو عايز تذاكر أي مادة روح اشتري الكتاب بتاعها بتاع تالتة إعدادي وابدأ ذاكر المادة دي، بحيث ان انت مثلا حتى يعني مش هقولك مثلا ذاكر كل يوم او اضغط نفسك والكلام ده، لا، انت هتذاكر بس يعني مثلا ممكن تذاكر صفحتين في اليوم، 3 صفحات في اليوم، مثلا نص درس في اليوم في كل مادة. تمام. فيعني الموضوع هيبقى بسيط، بحيث كمان حتى انت لما توصل وتيجي المدرسة او ميعاد المدرسة او ميعاد الدروس اللي انت هتبدأ فيه، تكون انت مخلص مثلا درسين او 3 دروس من كل مادة. فده هيسهل عليك كتير قوي قوي لما تدخل الترم التاني. انا بجد يعني شايفة ان دي فرصة حلوة جدا جدا لأي شخص عايز يعوض في الترم التاني، لان انا عايزة اقولك ان الترم التاني على فكرة ترم قصير جدا، يعني اقصر من الترم الاولاني بكتير جدا. يعني هتلاقيه مثلا شهرين، شهرين ونص، هتلاقي حتى الايام اصلا بتجري فيه هوا كده بسرعة ما بتحسش بيها، وهتلاقي نفسك فجأة كده نطيت على امتحانات الترم التاني. فاحنا مش عايزين الزنقة دي، مش عايزين يتراكم علينا، مش عايزين نعمل اي حاجة مثلا توقعنا في الترم التاني فتضيع علينا الترم الاولاني. لو انت حلل كويس وجبت مجموع كويس في الترم الاولاني، فاحنا مش عايزين العك ده، عايزين نبقى ان شاء الله يعني يبقى في توازن كده، يبقى في نظام، يبقى في دنيا مظبوطه معانا، بحيث ان احنا نضمن ان احنا ندخل ثانوي عام او ندخل تمريض لو احنا عايزين ندخل تمريض. فدي بجد النصيحه الوحيده اللي انا شايفه ان هي هتفيدك لو انت عكيت في امتحانات الترم الاول. فما تضيعش الفرصه دي من ايديك، وحاول ان انت تبدا من دلوقتي. وزي ما قلت لك ما تضغطش نفسك، اعتبر ان انت عادي في الاجازه بتلعب وبتنام وبتخرج وتتفسح وتعمل كل اللي انت عايزه، بس بالاضافه الى ان انت مثلا كل يوم ساعتين، ساعتين بس تذاكر فيهم، مثلا تذاكر فيهم نص درس، تذاكر فيهم 3 صفحات، صفحتين، ايا كان يعني على حسب مقدرتك. المهم يعني ان انت ما تضيعش الاجازه كده وخلاص. يعني الحاجه التانية بقى اللي انا حابه انصحك بيها واللي ممكن تعملها في الاجازه بتاعتك، ويا ريت بجد يعني تعملوها، وهي
حفظنا للقرآن الكريم. دلوقتي احنا ممكن يعني نبقى مقصرين في فترة الدراسة ونبقى ما بنحفظش قرآن ولا حتى بنقرأ ورد قرآني. انا عارفة ان في ناس كتير قوي قوي ما بتعملش الحاجات دي، وعلى فكرة انا واحدة منيهم، وممكن اكون بقصر وبيجي عليا اوقات اقصر، يعني اوقات مثلا اكون بحفظ، اوقات ابطل حفظ، اوقات اقرأ الورد القرآني واوقات لا. فكلنا مقصرين، وانا عارفة والله ومقدرة ان احنا كلنا بشر وكلنا بنقصر وكلنا خطائين، اللي هو ربنا يعني يسامحنا ويغفر لنا، وان شاء الله يعني كلنا نلتزم ونبقى من المقربين الى الله دايما وابدا. فابدأ شوف كده، سواء انت هتحفظ القرآن ده مع حد او هتحفظه لوحدك في البيت، فشوف يعني الموضوع هتمشيه ازاي، ولكن بجد يعني ما تضيعش الفرصة دي من ايدك، وحاول تدور على حد يحفظك او ان انت تحفظ. يعني المهم ان انت في حاجة بتعملها يعني لربنا، تمام، وبرضو لآخرتك، تمام. فيعني احفظ قرآن وما تضيعش الفرصة دي. 15 يوم هيخلوك تحفظ جزء، فحرام يعني ان احنا نضيع الفرصة دي من بين ايدينا، لان بتيجي بعد كده الدراسة والمدرسة بتشغلنا وما بنقدرش نعمل الحاجات دي بجد، فاستغلوها. الحاجة التالتة بقى واللي انا ممكن انصحك بيها، وهي ان انت لو بتحب مجال معين، لو ليك في حاجة معينة، لو بتحب مادة معينة، لغة معينة، اي حاجة مثلا انت حاببها وليك هواية فيها، فالفترة بتاعت الاجازة دي فترة حلوة ان احنا نعمل فيها الحاجات اللي احنا عايزين نتعلمها، الحاجات اللي احنا عايزين نتدرب عليها، الحاجات اللي احنا عايزين ننميها من هوايات، من مثلا مهارات، من اي حاجة مثلا. يعني حتى لو في مثلا، لو افترضنا ان انت طالب في تالتة اعدادي وفي عندك مثلا لغة الانجليزي او مادة الانجليزي، انت مثلا ما بتعرفش تكتب باراجراف، ما بتعرفش تحل القطع، فحاول ان انت في الفترة دي تتدرب على الحاجات دي، بحيث ان هي ما تنقصكش في الامتحان بتاع اخر الترم التاني. وبرضو عايزة اقول لك، لو انت طالب وحابب تشتغل، فممكن تشتغل سواء من على الاونلاين يعني في البيت، يعني تشتغل على النت، او عايز تشتغل مثلا عندك في ارض الواقع وحابب ان انت تشتغل وتجيب فلوس وتدخل فلوس، فاشتغل الشغل اللي انت عايزه في فترة الاجازة دي. برضو حاجة ممكن نستغل بيها الاجازة ان احنا نعمل فلوس. مثلا لو انت معاك مهارة معينة وحابب ان انت تشتغل بيها على النت، فدي برضو حاجة كويسة جدا. لو حابب ان انت برضو تتعلم مهارة، فحاول ان انت تدور على المهارة اللي انت عايز تتعلمها من على النت، وتسمع لها كورسات وفيديوهات وحاجات زي كده وتتعلمها، وبعد كده ان شاء الله في الاجازة الكبيرة تبدأ ان انت تشتغل بالمهارة دي. من ضمن الشغل طبعا هو ان انت تفتح قناة على اليوتيوب وتعمل محتوى على اليوتيوب، ده لو انت حابب وليك في المواضيع دي فاوكي. لو انت شايف ان انت حابب موضوع اليوتيوب وان انت تقدر ان انت تقدم محتوى مفيد للجماهير، وان انت تقدر يعني تستفيد من الموضوع ده، حتى هو برضه هيدخل عليك دخل، بس عايزه اقول لك ان موضوع اليوتيوب هياخد منك وقت كبير قوي لحد ما ايه تاخد منه فلوس يعني، تمام. لو هتدخل في موضوع اليوتيوب لازم تكون شخص صبور جدا عشان توصل وتبقى زي المشاهير وزي اليوتيوبر اللي موجودين حاليا على اليوتيوب. الحاجة الأخيرة واللي ممكن أنصح بيها البنات، وإن انتوا ممكن تتعلموها في الأجازة، وهي ان انتوا تتعلموا الطبخ بجد والله. انا مش بهزر، انا بقول لكم تتعلموا الطبخ ليه؟ لان يعني بنات الايام دي، وخصوصا يعني البنات اللي هم الاجيال اللي طالعه دي، ما بيبقوش بيعرفوا يعملوا حاجه قوي. يعني اخرهم مثلا يطقشوا بيض، يعملوا كوبايه شاي، يقلوا بطاطس، الكلام الفاضي ده، تمام، يعملوا مكرونه، يعملوا رز، الكلام ده. لا، احنا عايزينك تطبخي، تتعلمي كل طبخه من الالف للياء، تتعلمي الخبيز، تتعلمي بصي تعملي كحك وبسكويت والحاجات الحلوه دي اللي بتعملها الناس بتاعت زمان. يعني انا مش عارفه هو احنا ناقصنا ايه مثلا عشان نعمل الحاجات دي؟ مش ناقصنا حاجه طبعا. فانتوا تعلموها. وخصوصا كمان عايزه اقول لك ان انت لما هتكبري، على فكره انت كل ما بتنشغلي في الدراسه كل ما بيبقاش عندك وقت ان انت تعملي الحاجات دي بجد. كل ما بتكبري كل ما بيبقاش عندك وقت ولا فراغ ان انت تتعلمي الحاجات دي، ولا حتى وقت ان انت تساعدي في البيت. على فكره عايزه اقول لك ان انت كل يعني انا كواحده اهو في الكليه، انا عايزه اقول لك ان وقتي كله في الكليه حرفيا. انا ما بعملش حاجه في البيت غير فين لما بعمل حاجه او في الاجازه، تمام. لكن في الوقت بتاع الدراسه، طول ما انا شغاله او طول ما انا
في الكليه انا ما بعملش اي حاجه في البيت، ولا بعرف اصلا امي بتعمل ايه. يعني مثلا امي مثلا لو عملت طبخه، لو عملت اي حاجه مثلا، انا ما بعرفش هي اتعملت ازاي. يعني انا عشان وقتي كله ومتاخد للدراسه ومتاخد للكليه ومتاخد للحاجات اللي انا بعملها وكده، فوقتي كله رايح. يعني انا حرفيا بيبقى نفسي ان انا اقعد مثلا واتعلم الحاجات دي، ولكن ما فيش وقت ان انا اتعلمها، انا ما عنديش وقت. ولما برجع من الكليه برجع تعبانه وهلكانه. علشان كده نصحتكم بان انتوا المفروض ان انتوا تتعلموا في فتره الاجازه دي، تتعلموا الطبيخ والاكل والحاجات دي اللي بتتعمل. يعني لان كده كده عايزه اقول لك، انت مهما وصلتي ومهما دخلتي كليه ايه بالظبط، فانت في الاخر هتتجوزي برضو زيك زي اي واحده، هتتجوزي وهتعيشي في بيت وهتطبخي وهتعملي اكل وكده. يعني فعشان كده لازم تتعلمي الحاجات دي. اخر حاجه بقى حابه انصحكم بيها، وهي التزامنا بالصلاه. نحاول ان احنا في الفتره دي نلتزم بالصلاه على قد ما نقدر. وعموما يعني ان احنا في حياتنا عموما لازم نلتزم بالصلاه. والله انا عارفه احنا كلنا مقصرين، مش انتوا بس، انا عارفه ان في ناس بتسمع الفيديو مقصرين وبيقولوا طب انا ما بصليش، طب انا ما بعملش. حاول واحده واحده وان شاء الله والله هتظبط معاك. يعني ما تحاولش ان انت تستسلم دايما ان انت ما تصليش، حتى لو بنصلي وبنقطع، بس المهم ان احنا يعني ما نبطلش خالص صلاه. ونحاول مرة واثنين وثلاثة. يعني لو أنا مثلا يوم صليت اليوم كله الفروض اللي عليا وقريت القرآن وهكذا، وجاء اليوم اللي بعده مثلا قصرت في فرض أو فرضين ما صليتهمش، أو صليتهم ولكن ما قريتش ورد القرآن، فنحاول برضو ما نستسلمش. يعني نحاول كل يوم عن اليوم اللي قبله يكون أحسن وأفضل. وحتى لو حصل دروب وإن احنا استسلمنا، نحاول برضو مرة واثنين وثلاثة، وإن شاء الله هتظبط معانا في الآخر. وعايزه اقول لك ان الشخص طالما بيحاول والله هتلاقي دايما ربنا معاك واقف جنبك طول ما انت بتحاول ونيتك. يعني انت كده ابيض من جوه، انت سالك، اوكي، انت سالك من جوه. فان شاء الله ربنا هيوفقك وهيخليك يعني تلتزم في الاخر. ولكن انت ايه، ما تستسلمش لشيطانك ولا لهواك ولا اللعب ولا الكلام الفاضي ده. تمام. ربنا يا رب كده يغفر لنا جميعا ويسامحنا على اي حاجه غلط احنا عملناها او بنعملها، او على تقصيرنا اللي احنا بنقصره ده. فان شاء الله ربنا يسامحكم ويسامحني يا رب كده، ويكتب لنا الجنه ويجعلنا من الصالحين في يوم من الايام. وبس كده. طبعا هتوحشوني قوي 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 لحد الفيديو الجاي. قولوا لي بقى عايزين ايه فيديوهات الفترة الجاية، لان انا حاليا والله بصوا يعني انا لسه مش عارفة وبفكر. يعني انا بفكر اشوف هعمل لكم ايه فيديوهات. لو انتوا عندكم اي افكار للفيديوهات وعايزيني اعملها لكم، فانا اتمنى ان انتوا تكتبوها لي تحت في الكومنت، وانا ان شاء الله هعمل لكم الفيديوهات دي. وبس كده هتوحشوني. باي باي.